السلام عليكم. معكم مالك من قناتي كوابيس مالك. مثل ما وعدتكم، هاي السلسلة راح نحكي فيها كل تفاصيلها، واليوم حيكون سلسلة الجزء الثاني فيها عن القادات الغرب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا، كيف كان شغلهم علينا إحنا كعرب، وكيف بدهم يشتغلوا فينا ويقسمونا ويشتتوا أفكارنا ويدخلوا بأدق التفاصيل حتى يشتتوا العرب. تخيل معي، يجتمعوا مجموعة قادة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا عشان يناقشوا على طاولة صغيرة هيك كيف نحافظ على تفوقنا وكيف نخلي العرب دايما تحت. ونتائج الاجتماع انكتبت على شكل وثيقة خطيرة جدا، بس تم اختفائها عن الناس، ممنوع توصل للعامة. لكن احنا اليوم جبناها. ركز منيح، لأنه بهالفيديو راح نكشف الآتي: كيف قسموا العالم لخرائط عنصرية، بشر وعبيد، وكيف زرعوا حاجز بشري بفلسطين كأنه سكين بيفصل العرب عن بعضهم، وشو حكى مؤرخ بريطاني بصراحته: نعم، خططنا ندمر نهضتكم. وبآخر الفيديو راح تسمع تسجيل بس مني أنا لاجتماع سري حصل بعام 1965. كل هالمعلومات والوثائق إلها مصادر رسمية كانوا يحتفلوا فيه إنهم نجحوا بتدمير العرب. خلينا نبلش من أول توصية بالوثيقة: خليهم مفككين، جاهلين، متناحرين. هاي قاعدة أساسية وماشيين عليها. هاي مش مجرد جملة، هاي خطة عمل. أول شيء، الوحدة السياسية كانت ممنوعة أبدا، لأنه هذا عنصر من العناصر اللي راح تخرب عليهم شغلهم. كانت ممنوعة لما حاول عبد الناصر يوحد مصر وسوريا بمشروع الجمهورية العربية المتحدة بعام 1958. نتذكر بالفصل الأول من قصتي شو حكينا فيها. إحنا مشكلتنا العرب ما بنقرأ. لو بنقرأ المعلومات هاي، لو دمجناها ببعض التفاصيل اللي كانوا يخبوها عنا على الغرب، كان طلع عندنا تفصيلات فعليا إنه إحنا كعرب عندنا مشكلة إنه ما بنقرأ. خلال 3 سنين بس صارت انفصالات، تمويل خارجي، تآمر داخلي، وتفركش المشروع بالكامل. أعطيكم معلومة بسيطة: في دول أوروبية مثل سويسرا مع بلد ثاني مجاورة لإلها ما بعرف شو اسمها بالضبط، بتفوت عليها عادي، ما في شيك ولا حراس ولا مدرعات ولا أبراج مراقبة ولا عادي. بتفوت من بلد هاي للبلد هاي، بيكون الفيصل ما بين الدولة هاي والدولة هاي نهر وعليه جسر ممر للسيارات وللبشر، وجسر صغير يعني ما مش هالتكلفة. بين ألمانيا والبلد اللي جنبها كذلك الأمر. البلدان في مسمى بيناتهم اللي هو الشنغن، اللي بنسمع فيه عشان الواحد إذا صحت له فيزا الشنغن يقدر يفوت على كل الدول. عندهم ضابطة ومن زمان، من بعد ما فتتونا. يعني زي ما ذكرنا هون بسنة 58 كان يصير في دمج بين مصر وسوريا، بس ب3 سنين بس صارت انفصالات وتمويلات خارجية وتآمر داخلي وتفركش المشروع بالكامل. هذا من ضمن الوحدة العربية، منعوها تصير. لما العراق حاول يعمل مشروع نووي عربي، قامت إسرائيل بقصف مفاعل تموز سنة 1981 وانتهى الحلم النووي العربي. صار بإيد مين؟ بإيد الغرب. ولما صار في مفكرين عم يطلعوا من الجامعات وبلشوا بسياسة تجويع العقول، تخيل بالأرقام، بعام 2023 قبل سنتين نسبة الأمية بالعالم العربي وصلت ل27%، يعني ضعف النسبة العالمية.
عام 1938 وزير المستعمرات البريطاني حكى بصراحة: لا تبنوا جامعات في مستعمراتكم، العلماء هم أعداء الاستعمار. حتى الثقافات مزقت، صار في داعم مباشر للانفصالات عرقية وطائفية، أكراد، أمازيغ، سنة وشيعة، وكل فئة مدعومة بمنظمات حقوق الإنسان. بين قوسين، حقوق الإنسان، الأونروا شو مصدرها؟ وشو الغاية من وجودها؟ غريبة. ظاهرها ناعم، لكن جواها مشروع تفكيك متقن. بس كل هذا جزء من خطة أكبر، خطة اسمها السلم العنصري. والوثيقة صنفت بالعالم لثلاث فئات: الصفوة أوروبا وأمريكا، دعم تفوقهم للأبد. لاحظ، الصفوة أوروبا وأمريكا دعم تفوقهم للأبد. التابعون مثل اليابان وكوريا، احتواء لكن بدون تمكين. لاحظ الكلام، العبيد. وللأسف العالم العربي الإسلامي ممنوع يتطور صناعيا أو علميا أو فكريا أبدا أبدا. طمس. يعني إحنا يا دوب نشتري ونستهلك، بس ما نصنع ولا نبتكر. هسه بيطلع واحد بيحكي إنه لا عندنا ونصنع، ماشي أوكي، بس هذا بناء على أوكيهات جايتنا من برا، مش بكيفك ولا بكيفي. بتعرف شو بتقول وثيقة من وزارة الخارجية الفرنسية بعام 1947؟ المساحة الخضراء، يعني العالم العربي، لازم تظل سوق لساحلنا ومرتع لصراعاتنا. وتقرير البنك الدولي لعام 2023 بيحكي إنه الدول العربية بتستورد 89% من تكنولوجياتها، رغم إنها من أغنى المناطق بالعالم. نيجي الآن لأكثر فقر بشع بالوثيقة: مشروع الحاجز البشري. التوصية الأصلية بتحكي لازم نحط حاجز بشري غريب بقلب المنطقة، يكون حليف الاستعمار وعدو بنفس اللحظة لأهل المنطقة. وهون دخل المشروع. سنة 1917 صدر وعد بلفور، أعطى الحق لليهود بإنشاء وطن قومي بفلسطين. ومن هذيك اللحظة بلشت الهجرة بدعم بريطاني مباشر. من 60,000 يهودي بعام 1918 صاروا 650,000 قبل نكبة 48. بعام 1948 لحد 67 إسرائيل ما كانت بس دولة، كانت عبارة عن سكين سياسي بيفصل مصر عن المشرق العربي. وفي مشروع خطير جدا اسمه القناة العربية، كان بيربط نهر النيل نهر الفرات ويمد المي والطاقة لكل الدول العربية، بس تم تدميره بمؤامرات وتدخلات مباشرة. ومش بس هون، بعام 1967 ليومك هذا الاستيطان الإسرائيلي قسم الضفة الغربية ل 175 كنتون معزول. كنتون معزول، عارف شو يعني؟ الجدار الفاصل طوله 712 كيلو متر، مزق الجغرافيا السكانية كاملة. كل هذا حتى ما تقوم العرب قائمة. بس خليني أختمك بشعاع أمل، ويا ريت نكون في عندنا لو بصيص أمل بسيط. بعد أكثر من قرن من التآمر، مشروع الربط الكهربائي العربي صار واقع وبلش يربط أكثر من 22 دولة عربية. مشروع النيوم بالسعودية قاعد يتحول لأكبر مركز تكنولوجي بالمنطقة. التطبيع عم يتكسر بوعي فلسطيني صارخ. وأنا هون بدي أسألك، ليش نستنى وثيقة كامبل بن رمان نكتشف؟ ليش ما نكتب إحنا وثيقتنا؟ وثيقة النهضة، وثيقة الاعتماد على الذات، وثيقة العرب الجديدة اللي ما بيخافوا من الحقيقة ولا من مواجهة الاستعمار الحديث. وبتمنى منكم انكم تحكوا لي بالتعليقات شو المشروع الأهم اليوم برأيكم. هل هو توحيد السوق العربي، ولا صناعات السلاح العربية مشتركة، ولا إنشاء وكالة فضاء عربية؟ وإذا كنتوا شايفين إنه هيك محتوى لازم يوصل لأكبر عدد من الناس، ادعمونا بلايك وتعليق واشتراك بالقناة وشاركوا الفيديو مع الناس اللي لازم تصحى. أنا مالك من قناتي كوابيس مالك، بنحاول نفتح عيوننا